طاجين اللحم بالبصلة والزبيب هو واحد من أشهر الأطباق التقليدية المشهورة في ولاية تلمسان. الشي اللي يميزه هو اللحم الطري اللي يدوب في الفم والبصلة المعسلة اللي تقطن بالبنة. المهم بلا ما نحمسكم أكتر، هيا نبداو. في وعاء نحطو كمية من اللحم بعد ما كنت غسلته غاية بالملح والخل، نزيد عليهم شوية زيت والتوابل اللي هما فلفل أحمر، سكينجبير، كركم، توابل اللحم وزعفران. ندخلو هادوك التوابل مليح في هداك اللحم، وانا كنت نسيت الملح، عاود زدتو وخلطت كلش من دار وجديد. من بعد نجيبو البصلة اللي كنت قطعتها شرائح، نزيد لها راس الحانوت، فلفل احمر، كركم وزعفران، نختموها بالملح ونخلطو. من بعد نجيب طاجين تاع الطين ونحط فيه كمية من زيت الزيتون، نزيدو له اللحم ونخلوه يتقلى غاية، نغطيو عليه ونخلوه يطيب على خاطره. من بعد نقلبوه من الجهة الثانية، كي يتقلى من الجهتين نحوه ونحطوه في طبسي. نحطو شوية ماء في الطاجين تاعنا ونخلطو، نزيدو البصلة ونخلطو كلش. من بعد نزيدو اللحم هذاك اللي نحيناه قبيل، نزيدو تاني طبقة من البصلة، طوماطيش اللي تكون مقطعة مكعبات صغيرة. من بعد نختموها بطبقة من البصلة وعود تاع قرفة نبلعو عليها ونخلوها تطيب. من بعد كي يتجمر لنا الطاجين تاعنا ويطيب غاية، نضيفو له كلمسة أخيرة شوية تاع الزبيب. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، اتمنى تكون عجبتكم، شهيتكم في الجنة بصحتكم.